الناس الطبيعية دمها بيجري فيه كرات دم بيضة وحمراء، أما الناس دول بيجري في دمهم شهور وساعات ودقايق وثواني بتحدد موتهم من حياتهم. والعالم هنا ساعته بتبتدي عند عمر ال 25 سنة، وبيضاف لهم سنة عمرية واحدة، ولو ما قدروش يحصلوا على وقت زيادة بيموتوا. احنا بنكسب فلوس وبنشرب شاي ب5 جنيه، أما هم بيشتروه ب5 دقايق من عمرهم. وبيبتدي فيلمنا بالشاب الوسيم ويل اللي بيقوم يحتفل بيوم عيد ميلاد مامته اللي عندها 50 سنة بس مش باين عليها لأن عمرها وقف عند ال 25. وبيبتدي يتكلم معاها إن النهاردة أول يوم في حياته بعد ال 25 سنة، ومامته بتحكي له قد إيه إن هم عليهم ديون ومش معاها إلا يوم واحد بس. أما ويل بيطلع لها مشروب هيشربوه النهاردة في يوم عيد ميلادها، وللأسف بتقول له أنا كان نفسي أشربه في نيو غرينتش. خليكم معانا هتعرفوا قد إيه نهاية الست دي تخوف. نيو غرينتش دي بلد الأغنياء، يعني اللي معاهم فلوس كتير، لا معاهم شهور وسنين وقرون. وبتديله مامته نص ساعة من عمرها، ودي طريقتهم في ان هم يدوا وقت لبعض. وبينزل ويل شغله وتقابله بنت شحاتة مش بتاخد منه فلوس، لا بتاخد منه وقت، وبيديها 5 دقايق من عمره. وبيخلص ويل شغله وبيروح يقعد مع اصحابه في الكافيه، وبيقعد مع صاحبه اللي بيقول له ويل الحق الراجل المجنون ده عازم المكان كله على مشروب فري ده عشان عنده قرن من الوقت، وواضح انه من غير نتش. وطبعا ويل بيلاحظ حاجة احنا مش شايفينها، وبيروح للراجل اللي معاه فلوس كتير وبيقول له انت لازم تمشي دلوقتي لان هتموت. والبلد طبعا فيها عصابة حرامية الوقت، يشوفوا واحد معاه شهر يقلبوه، معاه يومين، معاه 3 ساعات، وهكذا. واول ما سمع فورنس رئيس العصابة ان الراجل ده معاه قرن وقاعد في الكافيه ده، راح لحد عنده وقال له بص احنا هنقاتل بعض، هنعمل مصارعة ما بيننا، ولكن اللي هيكسب فينا هياخد كل الوقت. والراجل قال له تمام بس سيبني شوية افضي اللي في بطني. بالمناسبة فورنس ده عنده 75 سنة لان جين الشيخوخة متعطل عندهم. وفي الناحية التانية ويل عايز ينقذ الراجل اللي معاه قرن من الزمان، وطبعا ويل بيساعده عشان يهربوا، وبيبتدي ياخدوا ويجروا سوا. واول ما بيستقروا في مكان، وطبعا ويل بيهزق الراجل وبيقول له ايه انت علشان معاك قرن من الزمن بتتباهى بيه عشان تموت؟ فراح قال له على فكرة انا بقالي 105 سنة عايش واكتفيت من الحياة وفعلا انا محتاج اموت. وابتدى الراجل اللي معاه قرن يقول له ويل على فكرة علشان واحد بس يعيش عدد من السنين او قرن من الزمان لازم كتير يموتوا علشان ده يعيش. الحياة للاغنى والابقى، ده مبدأهم في نيو غرينتش. وابتدى الراجل الغني يكلم ويل وبيقول له يا ويل لو انت مكاني ومعاك كل الوقت ده كنت هتعمل ايه؟ فرد عليه ويل وقال له هبطل ابص في ايدي واشوف فاضل لي قد ايه واموت. وابتدى ويل يقول للراجل الغني يلا ننام والصباح رباح، ما تخافش انا مش هسرق وقتك. وابتدوا يناموا، وفعلا صحي ويل تاني يوم ملقاش الراجل الغني ده جنبه، وابتدى يبص في ساعته كالعاده علشان يشوف فاضل له قد ايه من عمره قبل ما يموت، فلقى ساعته فيها 116 سنه. وابتدى يبص على الازاز عشان يشوف الراجل فين، اتاريه سايب له رساله بيقول له ما تضيعش وقتي. والراجل ده اتبقى معاه اخر 5 دقايق في حياته، وقرر ان يرمي نفسه من فوق اعلى جسر في الميه. وطبعا ويل ملحقوش عشان ينقذه، وطبعا هنا سجلت الكاميرات وجوده في الحادثه. وبيروح ويل لصاحبه ومراته وبيحكي له على كل اللي حصل امبارح، فصاحبه قال له لازم محدش يشوفك وتبتدي تخبي ايدك. فابتدى ويل يقول لصاحبه انت عارف احنا عشرة كام سنه؟ فقال له 10 سنين. فابتدى ويل يديله 10 سنين مقابل مده صداقتهم. وابتدى يمشي ويل مبسوط لانه خلاص هياخد مامته يروح نيو غرنيتش عشان يحتفل بعيد ميلادها هناك ويحقق لها حلم حياتها. وابتدى يستناها في مكان نزول الباص وماسك الورد بايده. وطبعا الباص سابها لان هي وقتها خلص ومحدش رضي يديها دقيقه من عمره، واضطرت طبعا مامته تاخدها جري. وفي نفس الوقت ويل لما لقي الباص جاي ومامته مش موجوده، وطبعا ويل ابتدى يجري يلحق مامته قبل ما تموت، ومامته كمان بتجري في الناحيه التانيه، وفي اخر ثواني عمرها بتموت على ايده. وطبعا ده اكتر موقف مؤلم لويل، وبيقرر ان هو ياخد حقها، وان قد ايه مامته ماتت بسبب دقيقه من عمرها مقابل ناس تانية تعيش زياده عن عمرها. وفي نفس الوقت بيوصل ريموند الضابط ومساعده، وبيلاحظوا ان في كاميرات في المكان في وقت الجريمه. وبيركب ويل عربيه شيك وبيقرر يروح نيو غرنيتش علشان يدفعهم تمن غلطتهم فعلا، ومقابل دخول البلد دي دفع سنه من عمره. واول ما نزل طبعا ويل طلع يجري علشان ما يضيعش وقت، ولما افتكر ان معاه قرن من الزمن مش عادي خالص. ووقتها قابل بنت جميله اسمها سيلفيا، هنعرف ايه قصتها ومين باباها. وابتدى ويل يحجز سويت وينام على احسن سرير فيكي يا بلد، وبياكل احسن اكل ولكن بسرعه شويه. وبتقول له الجرسون انت غريب جدا على فكره. فبيقول لها ليه؟ بتقول له انت بتاكل هنا اسرع من الناس اللي حواليك، وكل حاجه هنا بتعملها بسرعه بعكس الناس اللي موجوده. وبيلاحظ المحقق ريموند شكل ويل لانه كان فاكر انه سارق وقت الراجل الغني، وبيروح له نيو غرنيتش. اما ويل بيطلب بدله شيك عشان يعرف يدخل حفله الاغنياء، وبيروح بالفعل عشان ينتقم لمامته واللي زيها كتير. وابتدى الامن يقول له ممنوع دخولك لانك مش عضو، وعلشان
علشان تكون عضو على الاقل تتبرع بسنه. فوافق ويل وابتدى يسحب من عمره سنه كمان، وابتدى يدخل ويلعب على ترابيزه البوكر، وبيقابل الملياردير فيليب اللي هو بابا سيلفيا، وبيقول له الحياه لازم يكون فيها الضعيف والقوي، والضعيف لازم يموت علشان القوي يعيش. بالمناسبه فيليب بابا سيلفيا عنده اكبر شركات لتوزيع الوقت في البلاد، وبيراهن ويل بكل الوقت اللي معاه مقابل قرنين من حياه فيليب، وبيتبقى بس مع ثواني في عمر ويل، وعلى اخر الثانيه ويل بيكسب اضعاف عمره. اما ويل بيسال فيليب هي دي مامتك ولا اختك ولا بنتك؟ فبيقول له دي بنتي، المهم ما تكونش زوجتي، على اي حال تكون مناسبه ليك. وبيقابل الثلاثه امه وبنته ومراته، الثلاثه احلى من بعض، وبيرقص مع سيلفيا وبياخدها البحر وبينزلوا الميه. وطبعا المحقق ريموند بيوصل نيوغرنيتش وبيدخل الحفله، وابتدى المحقق ريموند يسال ويل على الوقت اللي معاه، وقال له ان فعلا هنري اداني بعض الوقت ومات وما لحقتوش طبعا. واما المحقق ما صدقهوش، وابتدى ويل يقول له لو بتدور على وقت مسروق فعلا يبقى من اللازم ان انت تقبض على كل المدينه اللي هنا اللي هي نيوغرنيتش. واخدوا منه كل الوقت وسابوا له ساعتين بس في عمره، وابتدى ويل يهرب منهم وياخد سيلفيا معاه. وطبعا وهم راجعين عربيتهم اتدمرت وافتكروه مات، وابتدوا حراميه الوقت الفعليين يسرقوا منهم الوقت. واول ما لاحظوا البوليس هربوا بسرعه وساب لسيلفيا نص ساعه. وطبعا ويل اخد سيلفيا وطلع يجري بسرعه عشان يتصرف في وقت لانهم قربوا يموتوا. وابتدى يروح لصاحبه اللي كان مديله 10 سنين من عمره، ولكن زوجته قالت له ان هو مات من الشرب ب9 سنين على ايده. وابتدى ويل يفكر لحد ما لقى حل ان هو ياخد حلقها ويستبدله بوقت. وطبعا وهم ماشيين لقى يافطه باباها اللي عامل شركه لاقتراض الوقت، وطلب منها تكلمه تطلب منه 1000 سنه، مش ليه للناس اللي بيقفوا طوابير علشان ياخدوا دقايق عشان ما يموتوش. وطبعا المحقق ريموند بيقول له بلاش تعمل زي ابوك يا ويل وينتهي بيك الامر للموت. وابتدى ويل ياخد سيلفيا لبيته، وفي طريقه كانت سيلفيا بتشوف الناس اللي بتموت في الشوارع، وابتدى يديها لبس. ولما لقي شركه باباها اعلنت ان مفيش وقت وانه محققش اللي اتفقوا عليه اللي هي 1000 سنه للناس الغلابه اللي بتموت كل يوم، ابتدى ويل ياخد سيلفيا وقال لها احنا هنعمل خطه علشان تطلبي المساعده، وانا هراقبك من بعيد عشان نوصل لباباكي وناخد منه الوقت اللي يعيش الناس كلها. وطبعا سيلفيا شكلها حبته وقالت له ايه رايك نسلم نفسنا ونقول ان تصرف مجنون مني وانا بابا هيعرف يخرجني زي الشعره من العجينه. فقال لها لا اعملي زي ما انا بقولك. واول ما كلمت سيلفيا باباها قال لها كده كده البوليس جاي ياخدك وينقذك من المجرم اللي معاكي. وابتدت سيلفيا تلاحظ المحقق وتضربه بالنار، وانقذت ويل واخدته وطلعت تجري. ويل قبل ما يمشي بص في ايد المحقق ريموند لقى في ايده دقيقتين، ابتدى يديله 4 ايام علشان يعرف يعيش. وابتدى ياخد عربيه المحقق ريموند ويهرب. اما مساعده لما راح ينقذه لقى معاه 4 ايام، استغربوا لان افراد الامن عندهم بيعيش اليوم بيومه. ولما عرف ويل انه مطلوب القبض عليهم قال لها انت لازم ترجعي لباباكي، اما هي فضلت انها تبقى معاه. والضابط ريموند راح لباباها وقال له لو حاولت بس تساعد بنتك والمجرم اللي معاها شركاتك كلها تتوقف. بتعرض على ويل فكره ب1,000,000 جنيه، لا سوري ب1,000,000 ساعه، انهم يروحوا على بنوك الساعات ويهجموا عليها ويستولوا على كل الوقت اللي يكفيهم ويكفي الناس عشان تعيش. وبالفعل دخلوا هناك وابتدوا ياخدوا كل الوقت اللي يكفيهم، وخلوا الناس تدخل وتاخد الوقت اللي هي عايزاه. وابتدى ويل يوزع على الناس اللي يعرفهم وقت. وطبعا ما نسيش مرات صاحبه اللي مات. وفي وسط ما ويل وسيلفيا قاعدين في سلام دخل عليهم حرامي الوقت، وابتدى يصارع ويل والكسبان ياخد حياة التاني، سوري وقت التاني. ووصل المحقق بس ما لقاش غير جثث حرامية الوقت، وابتدى سيلفيا وويل يهربوا. اما سيلفيا اقترحت على ويل ان هم يسلموا نفسهم، فويل قال لها تمام احنا هنسلم نفسنا بس لابوكي. فابتدوا يروحوا لابوها ويثبتوه وياخدوه لمكان الماكينه اللي فيها الفلوس اللي فيها 1,000,000 سنه من الوقت. وبعد ما اخدوها باباها قال لها على فكره هتفضل الناس تعيش لامتى؟ وعلشان واحد بس يعيش اكتر من كل دول ويبقى خالد لازم كتير قوي يموتوا مقابل ده. وطبعا ويل انفعل جدا لانه كان من المنطقه الفقيره، وابتدوا ان هم يسيبوه ويمشوا. اما المحقق ابتدى يروح وراه علشان يوقفوه وياخدوا منه ماكينه الوقت اللي معاه، وانهم يضربوا نار على عربيه ويل ولكنهم ما عرفوش يمسكوه. واول ما وصل ويل ومعاه الماكينه اداها للبنت الصغيره وقال لها انت عارفه هتعملي ايه، وابتدت تديها المسؤول توزيع الوقت علشان الناس كلها تاخد وقت وتعيش. ابتدى ويل يطلب من المحقق وقت عشان ما يموتوش، ولكن المحقق طلع وقته اللي خلص وابتدى يموت. وللاسف وقتهم ابتدى يخلص وهيموتوا، ولكن ويل اول ما شاف عربيه المحقق طلع يجري عليها علشان ياخد وقت، وعلى اخر 9 ثواني انقذ حبيبته سيلفيا وابتدوا يعيشوا. والحمد لله ما تكررش موقف موت مامته تاني.